السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بتحبي الاندومي وبتخافي تجيبيه من بره؟ لا، مش هتخافي. من النهارده هعمله معاكي في الفيديو ان شاء الله، طريقه سهله وجميله وولادك كمان هيحبوها. هتبطلي تشتري الاندومي تاني من بره باحلى طعم. بصي شكله ومنظره، بصراحه مش هتفرقيه عن اللي بره خالص. نفس الطعم ونفس الريحه. بطلي تشتريه مادام انت خايفه منه. كل ام خايفه تجيب لعيالها الاندومي، فاحنا هنعمله لاولادنا في البيت بطريقه سهله وبسيطه، وكفايه نظافته وحاجه انت ايه واثقه فيها. بصي الشكل بتاعه. يلا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. معانا هنا ميه مغليه هننزل فيها بشويه ملح وشويه كاري وحبه من الزيت. ومعانا هنا المكرونه بتاعتنا، احنا كسرينها اتنين، كسرها اتنين. هننزل عليها بالميه المغليه، هنقلبها كده في بعض عشان ما تبقاش ماسكه. بص هنا هي اول ما تقرب تخش على السوا، يعني 3/4 سوا، هنجيب بقى التوابل بتاعتنا: ملح وفلفل وكاري وبابريكا وكركم وواحدة ماجي وبهارات. وهننزل في طاسة بمعلقتين زيت، وهنشوح كل التوابل دي كده في الزيت اهو. هتفضلي تقلبي فيها كده لغاية ما الريحة بتاعت التوابل بتاعتك تطلع. مش هتفرقيه خالص عن بتاع بره بصراحة، هتحبيه جدا. وهتبطلي تشتريه لو انت خايفة على اولادك منه. اهي هنشوح. بص بقى هنا ريحة التوابل ابتدت تطلع معانا. وهنا احنا المكرونة بتاعتنا كانت داخلة على السوا. خلاص هناخد بقى كل التوابل دي وهننزل عليها بالمكرونة اهي. بسم الله، صلوا على النبي يا جماعة. هتنزلي بقى بالتوابل كلها. بسم الله. وهنكمل بقى سوا المكرونة في التوابل دي، عشان احنا كنا ايه، كانت لسه فاضل لها 3/4 سوا. اهي خلاص كده استوت معانا وبقت جاهزه. بصوا الميه بتاعتها، بصوا نفس الريحه، اعمليها بصراحه نفس الشكل والطعم بتاع بره بالظبط. هنغرفها بقى، هنغرفها في الاطباق بتاعتنا، طباق التقديم. ومتشجعه واعمليها لاولادك بدل ما بتخافي تجيبيها لهم من بره. بصوا شكلها ومنظرها، بسم الله ما شاء الله، مش هتفرقها خالص عن بتاعه بره. نفس الطعم ونفس الريحه، وكمان دي انضف. ايه رأيك بقى؟ يا ريت لو عجبك الفيديو تشتركي في القناة لو انت جديدة، واستنوني في فيديو جديد حبايبي. والسلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا. السلام عليكم.